السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الجمال في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. يعني قناة الصحة والجمال قناة عزيزة عليا جدا، وما جيتش من زمان الصراحة، بس جيت أهو النهاردة في برنامج عيادة الصحة. يعني مش هتكلم كدكتور نفساني، أو مش هتكلم بس كدكتور نفساني، لأ، أنا النهاردة مذيع، فهجيب ضيوف بقى وهم اللي يتكلموا، بس طبعا مش هننسى ان انا دكتور نفساني خالص يعني. فعملت النهارده حركه حلوه جدا، جبت ناس يتكلموا معايا عن الصحه النفسيه وحاجات تانية. فبدأنا بقى بفقره لطيفه جدا، والناس هتحبها قوي، خصوصا ان احنا طالعين من فتره حظر بقى وكورونا، والناس كانت ما شاء الله ما بتعملش حاجه في حياتها غير حاجه واحده تقريبا، يعني حاجه واحده، اللي هو الايه، الاكل. فالنهارده هنتكلم عن الاكل، بس مش هنتكلم عن ازاي ناكل، يعني الناس ما شاء الله عارفه ده لوحدها. هنتكلم عن احنا بناكل ازاي، ويا ترى بناكل صح ولا غلط، والتغذيه دي المفروض ليها نظام، ولا احنا كده المفروض ناكل اي حاجه. والناس اللي تخنت في الحظر، يا ترى عايزه تخس ولا هتفضل زي ما هي كده؟ طب تخس ازاي؟ وفي ناس بتيجي تخس بتبوظ حاجات تانية كتير، يعني في ناس مثلا بتيجي تخس تلاقيها مثلا ضربت الحاله النفسيه، او اثرت على حاجات تانية كتير، مثلا زي انها تقلل الدهون بشكل اوفر قوي، فيبدأ ده يأثر على صحتها اصلا. وفي نفس الوقت في ناس بتيجي تخس تكتئب مثلا، او العكس، في ناس عايزة تتخن. يعني دلوقتي في ناس مش عارفة اصلا تتخن في الحظر، فعايزة تتخن معانا النهاردة. كل ده يعني هنلمه وهنتكلم فيه. وطبعا برحب معاكم بضيفتي الجميلة استاذة اماني، اماني زيدان، اخصائيه تغذيه علاجيه، بتشرفنا النهارده من عيادات بيتر لايف. يعني اهلا بيك يا استاذه اماني. اهلا بحضرتك يا عامله دكتور. ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار الاكل في الحظر؟ كلت كتير ولا كلت حاجات بسيطه؟ لا، في البدايه كلت كتير، بعد كده انت لا. كمان؟ اه. طب كلنا. يعني انت كده هتنصحي الناس انهم ياكلوا كتير لا ولا؟ طبعا، لا لا لا. طيب احنا دلوقتي عايزين نبدا بحاجه مهمه جدا. الناس اللي طلعت من الحظر دي، او طالعه من الفتره دي وكلت كتير جدا، في ناس بقى محتاره ايه الانظمه الغذائيه اللي هي تمشي عليها، او تاكل ازاي بحيث يعني تستعيد وزنها اللي كان طبيعي. يعني الناس دلوقتي طالعه اتفاجئت ان يوم السبت ده اللي هو كان عيد الحظر، اه، محدش فالناس قال لي. طالعه بقى ايه هنمشي ازاي ونلبس ايه، مش تقولوا لنا اه، طيب مش ان تقولوا بكره لنا اجازه. فالناس جت تلبس اللبس تقريبا ما دخلش. مم. فدلوقتي عايزين يعني نلم كل الحاجات دي في الفقره بتاعتنا دي، عشان دي فقره مهمه جدا، ودي يمكن اكتر حاجه الناس عايزاها. ازاي ناكل، وايه الانظمه الغذائيه اللي المفروض تكون صح في الفتره دي، واللي كمان ما تدخلهمش بقى في اكتئاب، لان انا طبعا عايز اربط الحاله تمام. النفسيه، ده شغلي يعني. مم. طيب، في البدايه طبعا برحب بحضرتك اهلا دكتور بيك. احمد وبالقناه. وعايزه اقول لحضرتك ان في البدايه الناس اتعاملت مع الحظر بطريقه غلط جدا. مهم. اكلت، وبعد ما اكلت لا بدات تستوعب انها وزنها هيزيد، مهم. فبدات تعمل ستوب، بدات تلجا لايه بقى؟ بدات تلجا لانظمه غذائيه عبر المواقع من على النت، يعني داخله على والسوشيال النت ميديا والحاجات وخلاص، دي. زي اللي دوروا على العمليات الجراحيه على النت كده. بالظبط. فبدأوا ياخدوا أنظمة غذائية ويستخدموها عشان ما يتخنوش. مهم. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل انه فعلا وزنهم نزل، في بعض الناس وزنها نزل، مهم. وبعد كده وزنها رجع اكتر من الاول، فبدأوا يكتئبوا. مهم. بدأوا يقولوا احنا مش هنعمل أنظمة غذائية خالص. لا يعني طبعا. في لخبطه، يعني بيعملوا حاجه غلط. اكيد اكيد طبعا لازم اكيد تدي العيش اكيد، لخباز، وتسال حد بالظبط بالظبط متخصص بروفيشنال بالظبط يقول لك اعمل ايه. بالظبط. في تكه يعني. حضرتك لما بتروح دلوقتي عند دكتور متخصص، هو مهم. بيطلب منك اول حاجه تحاليل. صح. التحاليل دي على ضوءها احنا بنمشي. اها، هينفعك يعني لازم ايه؟ تحاليل، مش اللي هو يلا بعرف. خس وخلاص. لا طبعا لازم تحاليل على ضوءها، انا بعرف مهم. الغده اخبارها ايه، شغلها ايه، الانيميا، اي حاجه اللي هي بتخص الغده مثلا، الغده الدرقيه، الاملاح بتاع. الانيميا، نسبه الميه، الكلام ده كله. تمام. بعرف نسبة الحرق. طبعا دي مهمه بادئ جدا ذي دي. بدء. الناس بقى طبعا لما بتروح على الأنظمة اللي هي عبر السوشيال ميديا، سواء سمعوها أو بيطلعوها عن طريق النت أو عن طريق الأصدقاء بيتبادلوا اها، دلوقتي. أنا خبرات. شايفة الأصدقاء بيعملوا جروبات وبيتبادلوا الأنظمة الغذائية، طبعا خاطئة جدا. يعني ما ينفعش النظام اللي مشي مع حد يمشي مع التاني، يعني كل مستحيل واحد مع نفسه كده. مستحيل مستحيل. تمام. يعني في ناس استخدمت نظام الكيتو، والكيتو ما تماشاش مع اي حد. مهم. تمام. او ان هو يعني استخدمته بالطريقه اللي تاذيها، هي عايزه تنزل. يعني ايه هي الاكتر اخطاء شائعه بقى الناس بتعملها؟
اكتر اخطاء شائعه اها. ان هو يقول لك انا عايز انزل 5 كيلو في 3 ايام. اها. انا هستخدم ديتوكس. الديتوكس ان انا هشرب 3 ايام ورا بعض كرفس بس. طبعا غلط. الديتوكس بريء من الكلام ده خالص. الديتوكس فيه عناصر غذائيه لازم احطها. العناصر دي لما تكمل معايا انا عملت الديتوكس الصح. تمام. طيب انا النهارده لقيت حد 3 ايام نزل 5 كيلو 6 كيلو بقى فرحان جدا، كويس. واجي اقيس له الكتله العضليه الاقي الكتله العضليه واقعه. اها، خلاص يعني بياخد بقى من العضلات حضرتك اصلا. بالظبط، حضرتك وقعت الكتله العضليه، وقعت معاها ايه؟ ده انت وقعت معاها مينرالز، معادن، املاح. وقعت معاها الغده الدرقيه، وقعت معاها حاجات كتير جدا. هو خلل خسس بقى كل حاجه يعني، كله هو ما خس. خسش. هو ده نزول وزن وهمي. اها، يعني هو كل حاجه نزلت. هو نزل الكتله العضليه، فبالتالي جسمه بدل ما هو بيحرق 1500 تمام. فمش هيقدر يحرق غير 1000. جالنا مداخله كده، سحر من المنوفيه عايزه تسال تقريبا سؤال. اهلا بك يا سحر، اتفضلي. انت معانا يا سحر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. حضرتك ممكن أسأل بس الدكتورة سؤال؟ اتفضلي معاك. حضرتك يا دكتورة، أنا دلوقتي عايزة يعني أعمل دايت. أنا برضع يعني، بس أنا عايزة أعمل دايت عشان الرضاعة وكده. وهل التمارين في البيت حلوة ولا مش كويسة؟ تمارين في تمارين؟ البيت؟ وعندي تمارين بعملها في البيت وكده، بس في مسرح الكيسري عندي نسبة البطن مليانة شوية. عايزك بس تقولي عن حاجة التغذية وكده، إن أنا أعمل ريجيم يعني. ماشي. تمام. حضرتك والده بقالك قد ايه؟ والدة بقالي شهرين. شهرين. تمام، كويس جدا. ماشي يا سحر، خلاص. قولي بس يعني عايزة أعمل ايه ريجيم الصح يعني؟ كمان زايدة يعني 10 كيلو. أنا كنت 60 بس 70. كنت كام كيلو؟ عايزة أعمل هي 70. إيه؟ انت كنت كام كيلو دلوقتي بقيتي كام؟ أنا دلوقتي كنت 60، دلوقتي بقت 70. تمام. اوكي يا صح. فعايزة بس ممكن أعرف أنزل. طولك؟ ممكن اعرف طولك؟ وزنك الحالي 70. طولي 165. 165. تمام. طيب. اوكي صح. عايزه بس تقولي لي بس يعني سوق تغذيه عشان برضع كده يعني، فتقولي بس يعني اعمل ايه. تمام. ماشي يا سحر، هنرجع لك نخلص النقطة دي، نكمل الأنظمة الغذائية اللي الناس عملتها غلط ونجاوب على سحر. ايه تاني غير ان هم خسوا كل حاجة او عملوا ديتوكس خسروا او كده؟ الكتله العضليه، فبالتالي اول ما اكلوا وزنهم رجع تاني. وزنهم رجع اكتر من الاول، لان العضلات بتاعتهم ما عادتش بتحرق اكتر من زي الاول. كانت بتحرق 1500، دلوقتي بتحرق 1000. فهم بيتعاملوا معاها على ان هي لسه بتحرق 1500، فبيدوها ال 1500، فطبعا تمام. بيزيد وزنهم. طيب والاكتئاب بيجي لهم ليه؟ ما هو الاكتئاب بيجي لهم لان هم مش شايفين نتيجه، فبالتالي لا يعني بتشوف نفسها في المرايه مش راضيه عن نفسها. ايه ده، انا بتعب وفي الاخر برضو وزني بيزيد، لان هي عملت نظام غذائي مش مناسب ليها، واخد من الكتله العضليه. انا علشان اعمل نظام غذائي لازم ما ياخدش من الكتله العضليه، صح طبعا، بل بالعكس العضلات ما ينفعش تخس. يقوي الكتله العضليه عندي. طيب في حته اللي هي بتاعه المعادن عايزين نتكلم عنها، لان المعادن دي او المينرالز اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ده سؤال والحاجات دي جميل والكالسيوم جدا. والحاجات، هي مهمه جدا. انا عايز بس نجاوب على سحر بسرعه ونرجع نتكلم على حته المعادن دي، ايه اخبارها؟ سحر هي عندها اكتر من 10 كيلو، هي المفروض تنزلهم، بس احنا طبعا بما ان هي بترضع وبما ان هي لسه والده بقالها شهرين، انا عايزه اقول لها ان الرياضه مفيده جدا جدا في وضعها دلوقتي. لازم تلعب رياضه. طب العب رياضه ايه؟ اول حاجه علشان اخس لازم اعمل 3 حاجات: نظام غذائي. اتفضل. اعتذر، هناخد ام احمد ونرجع نكمل سؤال سحر. اتفضلي يا ام احمد، معاكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. لو سمحت اكلم الدكتوره. اتفضلي، معاكي ايه؟ لو سمحت يا دكتوره، انا كنت خدت علاج وكان وياي علاج والدتي، يعتبر الدكتور شافه، يعتبر كتب لي على اساس علاج والدتي، فكان هو علاج للمخ للدماغ يعني. فانا مش عارفه اعمل ايه، في حاجه في دماغي من النهار ما كشف الدكتور ده، كشف عليها واداني علاج ما اعرفش ايه هي. تاني كده يا ام احمد معلش، ايه المشكله دلوقتي؟ كان حصل لي غيبوبه، انا عندي ضغط وسكر. اها.
معرفش بقى دي كانت غيبوبه ولا كنت وقعت، بس انا كنت فايقه يعني. هما بيقولوا الغيبوبه ما بتبقاش الواحد فايق يعني، كنت صاحيه يعني. كنت وقعت بس كنت صاحيه فايقه وايه يعني. مشكلتك دلوقتي؟ أه؟ ايه مشكلتك دلوقتي؟ مشكلتي ان انا كان معايا علاج لوالدتي في ادويه كده، في الادويه بتاعتي، والدكتور الدكتور اللي كنت رحت خدوني كشفت عنده يوم الجمعه، كان في يوم جمعه، فشاف العلاج بتاع الادويه بتاعه فيهم علاج والدتي، فكتب لي كان في علاج لوالدتي، كان لها علاج للمخ يعني. فانا دماغي دلوقتي من ساعه ما خدت العلاج ده من شهر واحد، فعلاجي فيه دماغي فيها ما اعرفش حاجه زي تقل، حاجه مش ما عدتش فايقه زي يعني الواحد الطبيعي العادي. فمش عارفه اعمل ايه لو سمحت يعني، انا عايزه استشاره الدكتوره يعني. حاضر يا ام احمد، هنحاول نجاوبك على السؤال. ويمكن انت محتاجه تقريبا تخصص تاني او مخ واعصاب، يمكن هي هنحتاج. محتاجه فعلا تخصص تاني. فان شاء الله هنحط السؤال ده في حلقه المخ والاعصاب هنتكلم عليه. نرجع تاني للسحر. وهي عايزه تعمل دايت وفي نفس الوقت بترضع، وزنها زايد 10 كيلو، طولها 165. دي محتاجه ايه؟ انا هقول لها ما تستعجليش ان ال10 او ال12 كيلو ينزلوا يا سحر خالص. انا مش هفرح لما تنزلي في الاسبوع 5 كيلو والاسبوع اللي بعديه 5 كيلو، خلاص خلصت ال10 كيلو اللي انا زدتهم في الحمل. لا بالعكس، انا عايزاكي تنزلي كل اسبوع كيلو ونص كيلو، بس يبقى من الدهون، ما اخسرش الكتله العضليه بتاعتي. حلو. طيب اعمل ايه؟ انا محتاجه، انا برضع دلوقتي يعني، محتاجه 3 وجبات وما بينهم ان بتوين بالنسبه للمرضع. ان بتوين ادخل كل العناصر. انا ما بنصحش ابدا اي حد بيرضع ان هو يقطع عنصر ويستخدم عنصر واحد بس، يعني ما حدش يقول لي انا هستخدم الكيتو، لا. هي بترضع المفروض تدخل جسمها كل العناصر، كل المعادن، كل الغذاء هي محتاجاه في الوقت ده. الوجبات تبقى طبيعيه ولا هتقلل شويه لا، في حجمها؟ الوجبات تبقى طبيعيه بس هتبقى له فات في حاجات، وهتبقى طبعا هنكتر من الخضروات، وطبعا الدهون والماء خالص، لان هي حتى مش مفيده ركزي يا للمرضع. سحر عشان انت اللي هتطبخي. يعني دهون، مقالي، سمنه، الحاجات دي كلها لا، احنا هنمنعها. تمام. احنا هنستخدم الزيوت الصحيه، هنستخدم 3 وجبات فيهم خضروات. طبعا العشاء يا ريت تخلي العشاء دايما بروتين زي الزبادي، نخلي معاه جنين قمح، نخلي معاه شوفان، ده هيفيدك جدا. نحط ممكن نحط بذور في اتصال الكينوا كمان جاي لنا تقريبا، يعني الناس مصدقه لقيتك النهارده. اسراء، اتفضلي يا اسراء. انت منين يا اسراء؟ اسراء لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. محدش عايز يكلمنا انا ولا ايه؟ الو. اتفضلي يا اسراء. بصي يا دكتوره، انا كان وزني قبل الحظر 105، كان وزني قبل الحظر 55 كيلو. بعد الحظر؟ بعد الحظر بقى وزني 65 كيلو. 10 يعني. اه. طب ده الحظر حلو اهو. ايه؟ حظر حلو يعني. لا كنت عايزه اخس يعني 15 كيلو. 15؟ طيب 15 كيلو. انا عايزه حظر عمل كل ده؟ انا عايزه اسالها بس على اي اساس حظر عمل حددت ال كل ده؟ 15 كيلو؟ طيب انت ليه حددتي 15 كيلو؟ طيب اشمعنى 15 كيلو؟ هي اسمها عشان خاطر انا يعني في السن كلميها. صغيره شويه، وفي الطول صغيره شويه برضه، وقصيره شويه، فوزني باين عليا ان انا تخينه جامد. اسراء، عايزه اخس شويه. ممكن اعرف سنك وطولك؟ اسراء، ممكن اعرف سنك وطولك؟ 15 سنه. وطولك؟ 15. وطولك؟ طولك يا اسراء 155 سم. تمام، وعندك 15 سنه، وانت دلوقتي وزنك كام؟ 65. 65. تمام. هي طولها حاجه تانية يا اسراء؟ اسراء، هو احنا طبعا انت حددتي انك انت عايزه تنزلي 15 كيلو في سنك ده، انا ما بنصحش بكده. انت ممكن تنزليهم على مدى شهور طويله جدا، لان انت محتاجه كل العناصر في سنك ده. سن 15 سنه انا محتاجه فيه كل العناصر الغذائيه. يعني ايه؟ يعني لازم اخد العناصر الغذائيه، وتوقيت الاكل عندي يتنظم، وتوقيت النوم والرياضه. لو انا توقيت النوم عندي اتنظم، انت هرمون النمو عندك هيتنظم. طب لو هرمون النمو عندي اتنظم، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الكتله العضليه عندي هتزيد، والحرق عندي هيزيد. فانا لو انا استخدمت دلوقتي في سنك نظام غذائي خاطئ، وجيت نمت متاخر،
وما لعبتش رياضه واكلت وجبات مش في مواعيدها، وانا هذكر دلوقتي للناس مواعيد الوجبات ايه عشان جسمنا يحرق بطريقه طب سليمه. تخس ازاي؟ يعني اسراء عايزة تخس ازاي في سنها ده؟ أها. لازم تنامي بدري عشان هرمون النمو، عشان كتلتك العضليه تزيد، وكل ما زادت كتلتك العضليه كل ما زاد الحرق عندك. ولازم العب رياضه. طب ايه الرياضه اللي ممكن العبها؟ البنات في سنك دلوقتي بيروحوا الجيم ويلعبوا كارديو كل يوم ساعه ساعتين. زومبا ورقص لا غلط خالص. انا محتاجه 3 مرات في الاسبوع كارديو بس، 25 دقيقة، أكتر من كده مش محتاجة. الناس اللي بتروح تهد عضلاتها في الجيم، لا، أنا محتاجة إن أنا أستخدم الكارديو 3 مرات في الأسبوع وآكل معاه الأكل بتاعه، لأن في ناس بتقولك لا أنا هخلص الكارديو وهاكل سلطة. غلط خالص. لا، أنا علشان ألعب كارديو يعني لازم بيكسر لي يعوض العضل بقى. لازم آكل بروتين، لازم أبقى عندي ثقافة غذائية في سنك. يعني إيه ثقافة غذائية؟ يعني المفروض إن أنا هروح الجيم 3 مرات في الأسبوع، ألعب كارديو واكل بروتين بعد الكارديو، وبروتين صحي، مش بروتين دهن وطبيخ والحاجات دي كلها. لا، انا هاخد بروتين صحي. انا ممكن اكل شوفان، ممكن اخد علبه زبادي دايت بالشوفان بعد ما العب كارديو كده كتلتي العضليه تزيد، ممكن اخد بيضايه مسلوقه بعد الكارديو كده كتلتي يعني ما العضليه تحاولش تزيد. تقلل الاكل والحاجات دي لا، دلوقتي. هنقلل طبعا، هنقلل الزيوت، هنقلل الزيوت الدهون المتحوله اللي احنا الاكل اللي بنجيبه من بره ده زيوت متحوله، ده نمنعه نهائي. ناخد وجباتنا، الفطار ما يتعداش الساعه 11، الغداء ما يتعداش الساعه 5، العشاء ما يتعداش الساعه 8. بعد الساعة 8 ما ينفعش في سني ده اخد اي حاجة، اكل اي حاجة، لا في سني ولا اكبر من كده. أنام بدري ما بقى. ينفعش. لازم انظم نومي، ما ينفعش نومي يتعدى. وهقول بعد اذنك هقول ملحوظة بالنسبة للنوم وهرمون النمو. كل ساعة بعد صلاة العشاء انا بنامها ب3 ساعات من النهار. عشان كده ممكن حد ينام الساعة 8 ويصحى الساعة 1 فايق جدا. يعني يا جماعه ما تناموش بعد الفجر زي حالتي كده، ده غلط. لا، هو غلط خالص. انا لو عايزه فعلا في سنك ده الحرق بتاعي يتنظم، يبقى لازم انام بدري، العب 3 ايام في الاسبوع رياضه والعبها صح. المشي يا جماعه يعني مش بيبني كتله عضليه. اصل الناس بتقول لك انا بمشي عشان ابني كتله عضليه. المشي مش بيبني كتله عضليه، المشي بيحرق. تمام، انا بحرق، بس انا عايزه بعد ما احرق ابني الكتله العضليه بتاعتي. يا ريت تكوني مركزه يا اسراء، الموضوع كبير. طيب هو سحر الموضوع اللي كانت كبير قوي. بترضع ليها حاجه تاني ولا سحر كده؟ اللي بترضع غير التمارين في لازم البيت؟ اقلل التمارين في البيت. دلوقتي الحمد تاكل لله 5 وجبات مثلا بس صغيرين؟ تاكل 5 وجبات صغيرين ما تقلل فيهمش حاجات فات. الدهون ونكتر الخضروات علشان طبعا هي بترضع. ما تستعجلش ان هي تنزل وزنها. طبعا لو اكلنا خضروات وبطلنا مسبكات وبطلنا دهون، هي مع الرضاعه هي وزنها هينزل. وبعد الساعه طيب. 8 طبعا انت محتاجه مشروبات، لان طبعا في رضاعه بالليل. ممكن اخدها مشروبات صحيه، ممكن اخد نعناع، ينسون، يعني ممكن احنا اخد. كده تقريبا يعني خدنا سؤالين للسيدات. انا هسأل سؤال بالنيابه عني انا وكل الرجاله اللي جايين ورايا. اتفضل. الرجاله كرش وات يعني وات دو يو دو، يعني نعمل ايه؟ لان مثلا في حد بيبقى طويل وشكله جسمه كويس، بس يعني في حته كرش كده صغننه كده، يعني يعمل فيها ايه؟ واحد زي حالتي مثلا انا بلعب جيم بس مش عارف اتحكم في الكرش، فاعمل في ايه؟ بيكبر، يعني هو تقريبا مصر يكبر معايا، فايه الحل؟ نعمل لا، ايه؟ انا هبتدي بالسؤال الاخير السؤال الأخير. اللي هو انا بلعب، بس بلعب جيم بس ليه كرش. تمام. الشق الاول في السؤال قبل ما نجاوب على سؤالي، ايمان هتدخل في الموضوع. تمام. قولي يا ايمان، اتفضلي. ايمان قولي. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ممكن اسال الدكتوره سؤال؟ اتفضلي يا ايمان. لو سمحت يا دكتوره، انا مش بجوع، يعني مش بجوع خالص. ومشيت مع دكتور تغذيه وزدت الوزن مناسب يعني. مش بتجوعي؟ انت وزنك كام دلوقتي؟ يعني وبطلت اروح للدكتور. ومن وقت للتاني كده بلاقي نفسي اخد فتح شهية بس يعني. بس انا خسيت شوية، عايزة ازيد طبيعي كده واثبت. اعمل ايه؟ تثبيت الوزن. تثبيت نيجي الوزن. للسؤال انت ده حضرتك بتشتكي من حاله نحافه ولا سمنه؟ انا فهمت حضرتك ان انت مالكيش نحافة. انا العكس دلوقتي. نحافه. عايزين انت سنك كام سنه يا ايمان؟
نعم. سنك كام سنه؟ 27. 27. وانتي الدكتور قال لك ان عندك حاله نحافه، يعني انتي كشفتي وعملتي تحاليلك، حكمتي على نفسك من خلال طبيب، مش انتي اللي حكمتي على نفسك، صح؟ يعني نعم. الطبيب هو اللي قال لك ان انتي عندك حاله نحافه، مش انتي اللي حكمتي على نفسك ان انتي عندك نحافه. انتي طولك لا، كام ما انا ووزنك كام؟ برضو يعني شايفه نفسي ان انا نحيفه برضو، ورحت على اساس ان انا عندي نحيفه وعايزه أخس. طيب يا ايمان، انتي طولك كام ووزنك كام لو سمحتي؟ انا طولي 173، وزني حاليا اه. 67. وطولك 173؟ وزنها ايوه. 17. انتي انا كنت ايديال، وصلت مع انتي ايديال يا ايمان، انتي انتي، ايديال. بس انا مشكلتي دلوقتي انا وصلت زي ما قلت لحضرتك راجل مناسب وكده، بس انا بخس يعني. بتخس، مش عايزه تخس. انتي بتخسي؟ طيب خلال الشهرين اللي فاتوا خسيتي قد ايه؟ يعني ممكن خسيت 4 كيلو او 3 كيلو. خسيتي 4 كيلو؟ يعني انتي كنتي أو اعلى، 3 كيلو. يعني انتي كنتي اعلى من كده، كنتي كام؟ انا كنت 73 مع الدكتور. تمام. عايزين كنتي نثبت 73. الوزن، هنتكلم عن تثبيت الوزن قبل ما حالا اقول يا لك إيمان. تثبتي الوزن ازاي، لازم اعرف الحاله النفسيه دايما بتاثر على الحرق اللي عندي، ولازم اقيس الحرق عندي. هل الحرق عندك اعلى من الطبيعي؟ ده لازم تعرفيه. انت قلتي ان انت تابعتي مع طبيب، والطبيب اكيد عارف نسبه الحرق، واكيد لما بتوصلي للايديال هو بيثبتك. طيب انت على اي اساس وقفتي دلوقتي؟ انا لما اوصل للايديال هثبت. تاني حاجة، انت لما هتشوفي نفسك ان انت مع الاكتئاب ومع الاسترس وزنك بينزل، فدي هتبقى طبيعة جسمك. طيب دي بالنسبة للاكتئاب. هل انت عندك معادن ناقصة؟ هل انت عندك فيتامينات ناقصة؟ يعني انا لو عندي دلوقتي فيتامينات ناقصة، انا ممكن تسبب لي حاجة من الاتنين، يا اما سمنة يا اما نحافة. فانت تمام. لازم تراجعي وتشوفي المعادن اللي ناقصه عندك، لازم اللي هي على ضوءها المعادن نتكلم. والفيتامينات. انما انا ممكن اديكي نظام تثبيت دلوقتي على الهواء، وحضرتك يكون عندك نقص في معادن، في فيتامينات، عندك مشكله رئيسيه في الغده الدرقيه، فبالتالي مهما اديتك من تثبيت وزنك هينزل. يعني هنحتاج مثلا نعمل تحاليل. محتاجه طبعا. شوية ما هي تحاليل بس. بتقول ان هي تبعت مع طبيب، واكيد انت عملتي. طب حاله الغده أكيد. الدرقيه عندك ايه؟ احنا عايزين منك يعني نصيحة شاملة كده في دقيقتين. ازاي التغذية السليمة ان جنرال المفروض نركز على ايه او ناخد بالنا من ايه؟ هقول اللي عايز لحضرتك يخس واللي عايز يتخن كمان. بصي في يا دكتور، دقيقتين، بصي يا عشان دكتور. تقريبا الناس بتزمر في وداني من اه ساعتها. بصي يا دكتور، انا عندي دلوقتي حد بيجوع كل شويه، او كل شويه يحتاج سكر، وبعد شويه يحتاج ملح، وبعد كده ده مؤشر ان انا عندي نقص في المينرالز. ده كده تمام. انا وزني هيزيد. ال 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 المشكله في المينرالز اللي ناقص. طبعا طب اعمل ايه لو انا حسيت ان انا وزني بيزيد؟ انا بالليل بيجي عليا وكل شويه عايزه حاجه مسكره، لا عايزه حاجه حادقه، لا عايزه، طب عايزه اكل فاكهه، طب عايزه اكل، يبقى انا كده في معادن ناقصه عندي وجسمي بيطلبها. يبقى انا اخد مينرالز، اخدها عن طريق اي حاجه ممكن اخدها، اللي هي سبلمنت او فيتامينات اللي هي بالظبط بتتباع كده. في السوق. مكملات غذائيه. الفواكه. لكن الفيتامينات، انا بتكلم عن المعادن يا دكتور، معادن. لكن الفيتامينات لازم لها تحليل. تمام. والتحليل ده لازم اعرف ايه الفيتامين اللي ناقص عندي علشان اخده. طيب. وما ينفعش اخده بالليل طبعا، يعني لازم اخده. اتفضل. خلاصة الكلام ان احنا لازم نروح لحد متخصص، ما نفتيش لازم عشان نروح ما لحد نبوظش الدنيا. متخصص. انظمه غذائيه على الهواء اقول لك كلي كذا واعملي كذا، لا، لازم اشوف تحاليلك. حابب يعني اتفضل. اشكرك طبعا على الله الفقره يخليك. الجميله دي. ميرسي. احنا كان نفسنا نطول اكتر لان الموضوع شكله كبير، يعني الموضوع الموضوع كبير كبير جدا، على وتقريبا فكرة. بعد الحظر كبير اكتر. فانا مبسوط جدا بلقائي معاك يا استاذه الله اماني، يخليك. شرفتينا ميرسي. ونورتينا النهارده، وان شاء الله نعمل فقرات اكتر. انتظرونا الفقره اللي جايه شيقه جدا، وهتبقى برضو مفاجاه جامده جدا. انتظرونا ان شاء الله الفقره الجايه.